بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو سريع وكل المستجدات والاخبار والاسئله اللي بتدور في ذهن كل مشجعي نادي الزمالك خلال الساعات الجاريه وما يخص نادي الزمالك. اهم ملف يخص كتير من جماهير نادي الزمالك ما يتعلق بالبرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك. كلام كتير جدا الساعات اللي فاتت ان خلاص بيزيرا سيرحل عن نادي الزمالك، ورغبه بعض مسؤولي نادي الزمالك في رحيل بيزيرا عن الفريق خلال الفتره اللي جايه عشان نوفر سيوله ماليه نقدر نلبي احتياجات والطلبات والالتزامات الماليه لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. تواصلت الحقيقه مع الكابتن حسين السيد عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على فريق الكوره في نادي الزمالك وسالته يا كابتن حسين في كلام كتير ان حضرتك وكابتن حسين لبيب تقود جبهه رحيل بيزيرا لتوفير سيوله ماليه. كان التاكيد من الكابتن حسين السيد تصريحات خاصه لينا الحمد لله غير صحيح. لم اطلب رحيل بيزيرا، لم يطلب الكابتن حسين لبيب رحيل بيزيرا. كل الكلام اللي اتقال ان احنا عايزين نبيع ونوفر سيوله ماليه تاكيدات من الكابتن حسين السيد، هذا الامر غير صحيح. بحب دايما اروح للمصدر اخد منه المعلومه اتاكد منه. عبد الله السعيد بحسب تاكيدات نادي الزمالك ان عبد الله السعيد هيكون متواجد في القاهره النهارده الثلاث، واللاعب سينتظم في تدريبات الفريق غدا الاربع في معسكر نادي الزمالك في العاصمه الاداريه. تأكيدات نادي الزمالك. سيف الجزيري بعد رحيله عن نادي الزمالك وخلاص تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن فسخ التعاقد بشكل رسمي، ربما يكون سيف الجزيري أقرب للرحيل لأحد الدوريات العربية عن الاستمرار والبقاء في الدوري المصري. هتقول لي ليه؟ أقول لك الجزيري عقده حوالي 400,000 دولار، يعني في أندية كتير هتلاقي ان هتقول ان المبلغ كبير، معظم الانديه بتدفع مرتبات اللعيبه الاجانب بتبقى ارقام قليله مش كبيره، فسيف الجزيري الاقرب ليه الرحيل الى احدى الدوريات العربيه خلال الفتره اللي جايه. طيب النقطه المهمه كمان وخليك فاكر ده كويس جدا، لعيب من لعيبه نادي الزمالك كل الكلام اللي جاي ان اللعيب ده هيكون مفاجاه الموسم الجديد، هيكون مفاجاه الموسم الجديد. مين هو؟ محمد ابراهيم الظهير الايمن الصاعد لنادي الزمالك. لاعب اصلا بدا فتره الاعداد بتاعته من بدري، عمل برنامج ليه هو وبرنامج تاهيلي وبرنامج تجهيزي، والكلام اللي جاي من نادي الزمالك محمد ابراهيم هيكسر الدنيا، مركز بشكل كبير جدا، فورمه في بدايه التدريبات والمعسكر اللعيب عامل شغل كويس جدا. فواحد من اللعيبه اللي انا بقول لك ان شاء الله لو كمل على كده هيكون مفاجاه الدوري، ومش بعيد تلاقيه في بدايه معسكر المنتخب الوطني موجود مع الكابتن حسام حسن اللي فاتح الباب، ما عندوش مشكله خالص. كابتن حسام حسن فاتح الباب للمواهب الصاعده واللعيبه الكبيره والجديده انها تنضم لمعسكر المنتخب، فمش بعيد تلاقيه ركز وتألق واثبت نفسه مع بدايه معسكر المنتخب الوطني. اول تجمع تلاقيه موجود كمان مع المنتخب الوطني. حاجه كمان، نادي الزمالك النهارده تسلم الوفد من نادي الزمالك تسلم الارض ب 6 اكتوبر بشكل رسمي. خلاص النادي الزمالك يبتدي يشتغل على الارض 6 اكتوبر بشكل رسمي، والمباني والانشاءات وارض 6 اكتوبر اللي هيكون ليها دور مهم جدا مع نادي الزمالك وانتعاشه ماليه وسيوله ماليه خلال الفتره اللي جايه. فوفد نادي الزمالك تسلم اليوم بشكل رسمي ارض 6 اكتوبر. واحد من الامور المهمه جدا الحقيقه اللي عجباني ان كابتن معتمد جمال عازل نفسه تماما، فاصل نفسه تماما عن كل اللي بيتقال في الاعلام، عن كل اللي بيتقال في السوشيال ميديا، وده صح جدا. حاطط كل تركيزه مع الفريق، ما شفتش اي تصريحات ولا اي مداخلات للكابتن معتمد جمال خلال الفتره اللي فاتت، وده ان دل على تركيزه. مهمه صعبه جدا، وكل الكلام واي حد هيكلم الكابتن معتمد الموسم ده صعب جدا، فحاله التركيز اللي هو فيها وحاله العزل لفريق الكوره مهمه جدا جدا جدا، وهتساعد بشكل كبير جدا في تحقيق نتيجه ايجابيه ونتائج قويه مع بدايه الموسم باذن الله.